السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. جايب لكم فيديو في السنتريك زي ما بيقولوا. النهارده هنتكلم معاكم عن عيوب تكييف كارير وكمان مميزات تكييف كارير وأسعار تكييف كارير. التكييف ده متوفر عندنا هنا في محلاتنا في الإسكندرية. الشحن والتوصيل للقاهرة بيكون مجانا وفي شحن لجميع المحافظات، وكمان بتاخد خصم حصري لو أنت مشترك في قناة بي كوين عن السعر أو عن الأسعار اللي هنتكلم عنها في حلقة النهارده. فيلا انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك كل حاجه جديده وتستفيد بالخصومات اللي بنعملها على مدار السنه. كمان بيكون في تقسيط مع البنك الاهلي ومع بنك مصر وكمان مع فاليو. فلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوفوا ايه النهارده مميزات وعيوب تكييف كارير وكمان اسعاره. طبعا اغلب الناس اجتمعت او اتفقت ان تكييف كارير ده افضل نوع تكييف موجود في مصر حاليا، وانا بصراحه مع الناس دي لان تكييف كارير تكييف محترم جدا. هنتكلم دلوقتي عن مميزاته. اول ميزه معانا هي البلازما جرين. يعني ايه بلازما جرين؟ دي ميزه في تكييف كارير بتخلي الهواء نقي جدا. يعني الهواء اللي طالع من التكييف ما فيهوش اي جراثيم، يعني ممكن تشغليه ولو انت عندك طفل صغير ما تخافيش من موضوع التلوث ده نهائي، لان ولا ريحه ادخنه ولا ريحه غبار ولا اي حاجه في تكييف كارير بيطلعها بسبب خاصيه البلازما جرين. تكييف نقي 100%. اهم ميزه في تكييف كارير تحمل درجات الحراره المرتفعه جدا، يعني بيكون مناسب جدا للاماكن الصحراويه في صعيد مصر لانه بيتحمل درجه حراره تصل ل 50 درجه مئويه. حد هيقول لي طب ما في تكييفات كتيره جدا بتتحمل درجه الحراره دي، بس انا هقول لك في تكييف كارير بيتحمل درجه الحراره دي وبيديك نفس الكفاءه في درجه الحراره المنخفضه. يعني لو هيطلع تبريد 100% في درجه حراره 30 فهيطلع برضه تبريد 100% درجه حراره 50، ودي ميزه مش موجوده في كل التكييفات، وده بيخليه برضه مناسب جدا لدول الخليج اللي الحراره فيها بتكون عاليه جدا. ميزه جميله جدا بتتحكم في اخراج الهواء في جميع الاتجاهات في التكييف ده. يعني انت عايز الهواء ينزل من تحت، يكون من فوق، يكون من الجناب، تحكم سهل جدا وبسيط في تكييف كارير او في جميع انواع تكييفات كارير. برضه يكون في ذاكره تخزين جواه لو انت عايز تظبط درجه الحراره او درجه التبريد على مستوى معين بتشغله اوتوماتيك من الريموت، يعني مش هتضطر كل مره تظبط التكييف. ميزه جميله جدا في تكييف كارير توافر قطع الغيار لان بيكون فيه وكلاء كتيره جدا في جميع انحاء مصر. طبعا بالنسبه للسربنتينه بتاعته فهي بتكون نحاس 100%. ده كده بالنسبه لمميزات تكييف كارير. هنتكلم بقى دلوقتي معاكم عن عيوبه وهنتكلم عن اسعاره حاليا في مصر في شتاء 2025. احنا دلوقتي لسه في فصل الشتاء. طبعا انت بيكون معاك ضمان لمده 7 سنين، بس لو فتره الضمان دي انتهت وعايز قطعه الغيار بعد كده فبتكون سعرها مكلف جدا. برضو حاجه تانية مش عارف هي ميزه ولا عيب، هو بيديك درجه تبريد عاليه جدا في درجات الحراره المرتفعه. ده بيحتاج صيانه دوريه للتكييف، يعني كل مده او كل سيزون بتكلم خدمه العملاء بيعمل لك صيانه دوريه للتكييف عشان يفضل محافظ على جودته. لو تجاهلت مره ما نضفتش التكييف كويس او ما فيش الصيانه الدوريه بتاعته طبعا كفاءه التبريد بتقل. بيكون في مشكله بسيطه في خدمه ما بعد البيع، هي بتكون بطيئه شويه في التجاوب مع العملاء، فممكن نديها تقييم خدمه العملاء بتاعته بتكون متوسطه. حاجه تانية في التكييف ال2 وربع حصان بيكون صوت التكييف عند بدايه التشغيل بيكون مرتفع شويه، بيفضل الصوت ده مكمل معانا وقت. اهم عيب في تكييفات كارير هي استهلاكها العالي للكهرباء، حريقة كهرباء. ده كده بالنسبة لجميع مميزات وجميع عيوب تكييف كارير. برغم كل العيوب دي برضو يظل اللي هو أفضل نوع تكييف حاليا موجود في السوق، طبعا مناصفة أو بيجي تحتيه شوية شرب اللي برضو هتكلم عنه في حلقات جاية كتير. دلوقتي بقى نتكلم معاكم عن أسعار تكييفات كارير حاليا. احنا في شهر 2 داخلين على شهر 3. تكييف كارير 1.5 حصان برو اوبتيماكس عامل 24,000 جنيه، ده بالنسبة للبارد فقط. بالنسبة للأوبتيماكس برو 1.5 حصان بارد ساخن عامل 25,000 جنيه. 1.5 بارد انفرتر اوبتيماكس عامل 30,000 جنيه. 2 وربع بارد فقط عامل 34,000 جنيه. 3 حصان بارد فقط عامل 41,000 جنيه. دي الموديلات المتوفرة عندنا دلوقتي في الاسكندرية. أحب أفكركم بيكون شحن لجميع المحافظات، شحن اسكندرية بيكون مجانا، شحن القاهرة بيكون مجانا، تقسيط مع فاليو وبنك الاهلي وكمان بنك مصر. عروض كبيره جدا مع البنوك دول ومع فاليو طبعا على 6 شهور بدون فوائد. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها. لو حد عايز يسالنا على اي منتج يتواصل معانا في التعليقات او من خلال الرقم اللي ظهر في بدايه الحلقه. اشوف حلقات جايه كتيره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.